سمكة صيادية. جيبي شوفوا هالرز ما أحلاه. حتى الدنب بنحطه. طيب شو هذا؟ لك شو هذا؟ اضربوها 3 ضربات. أطيب صيادية بدوقها بحياتي. شرحة سمك فوقها حلوة كمان شوي مشان الدلال. هالأكلة بتدرغل درغلي. طيب عنا سمك جاج، هذا هالنوع فيكم تعملوه بكتير أنواع السمك الصيادية، بس رح نشقها. فيكم تشقوها هيك بهالشكل أو هيك، تضربوها 3 ضربات هيك أو هيك نفس الشي يعني. بنملحها للسمكة، نفردها هيك بالملح ونخلي الملح يدخل هون جوا شوي، من جوا شوي كمان شوي. نقلبهم على الوجه الثاني، نضربها لهي هيك. شوفوا قديش زيت، شيء اقل من معلقه. هدول بدنا ندهن فيهم كل السمكات، يعني ما بتحطوا له زيت كتير ابدا، شوي صغيره هيك. يا مدللين انتو يا مدللين، شو راح تدللوا هلا؟ فرن بندخلهم على فرن حامي مسبقا درجة حرارة 200 حرارة عالية، بياخدوا نص ساعة ل 40 دقيقة إذا سمكة كبيرة أو صغيرة. موضوع مهم جدا، شو نوع السمك اللي بيصير لأكلة صيادية؟ أي نوع سمك كبير بيصير لأكلة صيادية؟ طبعا في أنواع غالية كتير وأنواع مدهنة كتير وأنواع لحم ناشف إلى آخره، بس بشكل عام أي نوع سمك حجمه كبير حتى الحجم صغير. في ناس بتحبه مع السلطاني مثلا، مع الغبص حبة صغيرة بيقلوها وبيحطوها فوق الرز الصياد. في ناس بتقلي السمك قلي وبعدين بتفرطه فوق الرز ما بدها شيء وبتشيل العظم تغليه مع مية البصل. وفي ناس بتحبه شوي للسمك، بتفرطه بعد ما ينشوى كمان بتشيل الحسك تبعه بتحطه مع مية البصل وبتغليه. نحن بدنا نعمله شوي بالفرن، اخف قلي وزيت والى اخره وانظف. اذا على الفرن درجة حرارة 200 بيقعدوا نص ساعة ل 40 دقيقة. طيب طنجرة شوي حامية، وعندنا هون شوية زيت زيتون، يفضل يعني زيت زيتون او سمنه مشان البصل يتكرمل مظبوط. وعندي هون كميه منيحه من البصل، هدول بصلتين كبار وبصله حمراء. انا حاطط الحمراء مشان انه بيصير كمان بصل مفروم ناعم كتير. نحركهم شوي، رشه ملح صغيره مشان البصل ينزل ميته ويتكرمل معي مظبوط. حلو الكلام، حلو الكلام. طلعنا السمك المشوي، شايفين ما احلى؟ قعد 35 دقيقه درجه حراره 200 حراره عاليه. ممتاز. هيك بضل طري، ما في داعي تخلوه اكثر من هالوقت، بينشف اللحم وبصير بيفرط مثل التراب. هيك ممتاز. هلا بدنا نفصفصه، نشيل اللحم عن العظم ونشيلها هيك على جنب. حلو الكلام. هاي اول شريحة لحم. تعال لعند عمك باسم، نطقها الطقة. هاي عنا اول حسكة مثل ما هي، شقة هيك طحة عني. تمام، شايفين ما احلاها تطلع. البصل شايفين اخذ وقته، احمر صار مثل بصل المجدرة بس ما احترق. قبل ما يحترق ويتمرمر يخرب الدنيا ويصير طعمته معنا تمام، ما قلنا مصلحة يعني. نزيده مي، بسم الله. كمان بنزيد مي. تمام. طبعا المي فينا نستخدمها نحن للشوربة او رح نستخدمها للشوربة ما بس للرز يعني. هلا عندي البهارات، معلقة كبيرة 7 بهارات، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة قرفة، ومعلقة كبيرة كزبرة. بنحطهم مع المي. وهاي السمك اللي شويناه كمان بنحطه، بنكسره ونحطه هون. اللي طلع بنحطه. حتى الدنب بنحطه. شي معلقة ملح كبيرة، خير الله ملح، ونخليهم يغلوا لبين ما استوى الرز والبصل تحمر. انا بهالوقت رح فصفص السمك كله، وهذا بلحقه عوين على الشوربة. حلو، حلو الكلام، جميل جدا. شوفوا ما احلى يا القطعة. اوه ذهب ذهب. بنغطيهم بعد ما فصفصنا السمك مزبوط وغسلنا ايدينا، يعني تعب يعني لبكي شغل السمك. بنحطهم للسمك للحم اللي فصفصناه، بنرجعه على الفرن اللي شلنا منه السمك مشان درجة حرارة. طبعا بطفي الفرن بس بضل شو دافي السمك.
شايفين قبل ما تبلش تقلب بيطلع شوية ريطة من هي السمكة العظم والهيك، بنشيلهم وشوي هيك على جنب. أهم شيء تكون المي عم تغلي على مهلة، تقعد على مهلة، ما في عجلة. الأكل الطيب بده رواق. صار لها فترة منيحة عم تغلي، طلع طعمات عجيبة. شايفين كيف خفت المي حتى ممتاز. نزحها على جنب، نخليها عم تغلي على مهلة. نجيب طنجرة للرز، شوية زيت زيتون أو سمن حيواني، سمن نباتي اللي بدكم إياه، بس أنا بحط شوية زيت. عندي هون أنا رز طويل مغسول ما منقوع، بس فيكم تستخدموا رز قصير أفضل كمان. أنا بس هلأ الموجود عندي هذا رز طويل حلو. تقليبة صغيرة، فيكم حتى ما تقلوا الرز أصلا، ما في داعي كثير. ضربة صغيرة. نجيب مصفاية نشيل من هالمي اللي عملناه أو هالزوم المرقة الحلوة، ونفضي حاجتنا. نشوف قديش لسه بدنا شوي، نشوف كيف الوضع. ضربتين ثلاثة، خليها بس لتغلي مثل العادة، بنغطيها وبنتركها تستوي على مهلها. بهالوقت رح اعمل انا اكمل للشوربة. العظم او الحسك اللي عم يغلي هون الطعم عجيبي هلا للشوربة. حلو، نشفت المي شوي يا لطيف. نغطيها، نحط شي عليه هيك، خلص البخار كله بيسويها، وبنضعف النار عليها وبنتركها نامي. الرز استوى مشي حاله، هي صار له تقريبا 25 دقيقة. رح اتركه لسه شوي، غطيه، مغطى وشيله على جنب، وبلش بقى بالشوربة، شوربة السمك. هاي نفسها بتكون ناعمة كتير طبعا. بسم الله. حلو الكلام. شيلون طبعا بدها تكون مصفية ناعمة كتير كتير كتير، مشان ما ينزل معها أي شيء غير مرغوب به. الطنجرة مشان يساعد الشوربة مزبوط، لأنه ما شاء الله مساعد. شايفين فورا بيطلع دسم عليها فورا. مصفاية كمان كلهم، ما راح نخلي شيء، لأنه في طعم كتير كتير قوي هون. ومناصر انكسر، بناخد هي ما خلينا فيهم النفس. تمام. شوفوا الدسم كيف على الوش. نتركها تغلي، بس بدنا ندوق شو ملحها، نشوف كيف ملحها بهاراتها. بيرفكت بيرفكت. تمام. بس تغلي الشوربة شوي، بنجيب معلقة نشا او طحين، بس النشا افضل مشان الحساسية، وانه الطحين بتعرفوا انتم هلا ما كويس الطحين. شوية مي باردة على النشا شوي شوي. نحط اخر شيء هلا هون دفعة وحدة بس على مهلنا طبعا، مشان ما يكتل او يكبكل ويعمل الصوص. اعتقد هيك ممتاز، حاجة وبزيادة. اللي على الوش هدون احلى مرقة سمك. شوفوا ما اجملها، مرقة الصيادية. ذهب ذهب على السكر. ماشي. نحط شوية رز هون. طبعا فيكم تشكبوه بجاط كبير اكيد افضل، بس يعني لا. حلو الكلام. بنقدمها بشكل حلو هيك، شرحة سمك فوقها حلوة، شرحتين مشان تدللوا اللي الضيف اللي عندكم. كم شرحة ليمون مع هيك، شي شرحتين ثلاثة بس يزينوا الصحن، وحبتين ثلاثة فجل كمان، منظر هيك حلو لا بأس فيه. والشوربة هلا شوية شوربة. الله 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 الله، يا لطيف يا لطيف. الشوربة العظيمة. اوف يا لطيف، شو هذا كمان شوي مشان الدلال. كيف برلون ولا ما برلون؟ احلى اكلة صيادية هي نظامي، بتحكي 7 لغات برياحة برياحة. مبدئيا هالاكلة طيبة جدا مع الفتوش، سلطة، سلطة جرجير، سلطة بقلة، فتوش، تبولة، بطاطا مقلية. بس انا بنصحكم مع سلطة جرجير او سلطة بقلة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. سمكة صيادية على الاصول. ياكو قبل كل شيء ندوق الشوربة. ليش؟ بدي فرجيكم شيء. كيف هون شوفوا الدسم يا الله. شايفين الدسم كيف مثل كأنه الواحد عمل عظام خروف. بسم الله. يا الله، قنابل بالدماغ.
كأنك غطست بالمحيط مع شوية بصل. شيل الشوربة بنقول لها صفي على جنب شوي. نشوف السمك. بسم الله الرحمن الرحيم مع الرز. يا لطيف شو هذا؟ قطعة السمك ما عم ترضى تتحرك. بسم الله. حاب شوية شوربة. يا الله يا لطيف شو هذا؟ لك شو هذا؟ لا كتير هيك، كتير كتير. طريقة غير اني مع الحسك هي اطيب بكتير قولا واحدا. keep in touch. هالأكلة ما بس فوق البكالوريا، هالأكلة بتدرغل درغلي. لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو لايك وشير وتعليق وتج لأصحابكم اللي بتعرفوهم واللي ما بتعرفوهم. قولوا لهم تعالوا يشوفوا الصيادية على أصولها. سلامات. الشوربة ما ننساها.